كنشوف باغ اكزومبل لي فار كنت باغي انا نشوفهم هذا العام في الشامبيونز ليغ في لي جروب، ما دازوش حتى في لي جروب، ولا كانوا لي فار الاولين في الجروب ديالهم في الشامبيونز ليغ وغاديين وكيربحوا الترجي كيربحوا. غنقول هذا في مستوى وريني ملي يقدر يكون بحال ملي كتلعب غير البطوله، كتلعب كل 15 يوم كيصعب لك غتدخل في هذا الجروب وتحيد شكون في هذا الجروب. كنشوف واحد لعب في فالونس، واحد لعب في فرنسا، واحد لعب في مانشستر يونايتد، واحد لعب في بولون، واحد لعب في مارسي، واحد لعب في جينك. قولي لعب دي تشامبيونز ليغ بحال اللي دار جبران دابا ما كاينش، بحال اللي دار جبران دا تشامبيونز ليغ هو في كوب دي موند. سهله الكره بالنسبه لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، مرحبا بكم في لقاء متجدد مع أخوكم هشام تيكي تاكا. كيما شفتوا تنضحك، ما عرفتش واش نبكي ولا نضحك. منين غنبدا الموضوع؟ حرت بشكل اللي هو كبير، واش ندير لا فيديو ولا ما نديرهاش، واش نتكلم في الموضوع ولا لا. وانتم عارفين علاش غنتكلم على قدوم حركاس المنتخب المغربي. بالنسبة لي أنا ديال قنبلة الموسم أو انفلات في المنتخب المغربي. والانفلات شكون اللي كيديروا وليد الركراكي مرة أخرى. دائما كنت كنقول السيد وليد او المدرب وليد الركراكي، اليوم غنقول وليد الركراكي، لانه بكل صراحه كاين انفلات في المنتخب المغربي، وكاين العاطفه كتلعب دورها بشكل اللي هو كبير، بغينا ولا كرهنا. اليوم غنتلقى وابل ديال الانتقادات من بعض الصفحات اللي كتكون معاديه للصفحه ديال القناه رجاء تيكي تاكا، لكن ما تيهمنيش. اللي كيهمني هو قلت دائما الاراء ديالي كناخذها تعبيرا على الشخصيه ديالي، ما غاديش نبقى ساكت باش نرضي الاراء ديال البعض. أنا متأكد أنه منشطين إذاعيين، قنوات إذاعيين وحتى قنوات إلكترونية غادي يخرجوا اليوم غيمدحوا حركاس على أساس أنه يستحق اللعب في المنتخب المغربي، وما غاديش يخدعوا المنطق وما غيكونوش منطقيين، وهما عارفين رسوم تيكذبوا، وعارفين رسوم كذابة، وعارفين رسوم غير مخيرين وإنما هم مسيرين. الناس اللي كيجيروا هذيك المسائل معروفة. لكن باش نكونوا واقعيين، هنا اليوم ماشي باش نديروا تشويش على المنتخب المغربي، مقابلات اللي عاديه جدا. المنتخب راه مكاليفي لا كوب دافريك، وان شاء الله مكاليفي حتى لا كوب دي موند، لان هذه المسائل ولينا كنعيشوها دائما. غادي نتكلموا على حركاس وناخذوا شويه وليد الركراكي ونتكلموا بواقعيه. داك النهار جبتي داري اللي ما تيلعبش، جبتيه شركتي ليه في خدو صيفطيه. اليوم جبتي حركاس بغيتي تقول على اساس ان حركاس يستحق اللعب في المنتخب المغربي. ناخب وطني على اي اساس كي يعيط على لاعب من الفريق ديالو باش يلعب في المنتخب المغربي، باش تكون الاضافه وكيكون العطاء ومشاركات اللي كثيره. بغيت غير نعرف حركاش شحال من مقابله لعب مع الوداد لحد الان. 3 ديال المقابلات اللي لعبهم الوداد، تنظن المقابله الاخيره ما لعباش معاهم، يعني السيد مازال ما حاضرش بدنيا. ولا غادي نحاولوا التقييم ديال حركاس علاش تم الاستدعاء ديالو للمنتخب، وشنو هي المعايير اللي خدا وليد الركراكي. بالله عليكم، فريق اللي كان كيعاني في سلم الترتيب وكان كيتضارب على الصف الرابع باش يلعب غير كاس الاتحاد الافريقي اللي ما قدرش يوصل ليه، والمشاركه ديالو الباهته مع الوداد الرياضي، واغلب الاهداف اللي تسجلت على الوداد بالسبب ديال حركاس والوقوف ديال حركاس والضعف ديال حركاس. الا كنت غادي نعيط على حركاس وناخذ احصائيات كاحصائيات بالفعل، فكنت نعيط ليه فاش فاز بالالقاب مع فريق الرجاء الرياضي، لانه كان المستوى ديالو على الاقل ما نقدرش نقول ليه قوي، ولكن كان متوازن. الاحصائيات تقدر تخلي الناس ما تهضرش مع وليد الركراكي. لكن اليوم شنو هي المعايير اللي خديتي؟ غادي تكون واحد الخرجه اخرى ثاني، وغادي تعطينا كلام اخر. انا تنظن ان الانتماء ديالك المنتخب المغربي او الانتماء ديالك السابق لفريق الوداد الرياضي على اساس انك راه ولد الوداد ولا لعبتي في الوداد ولا مدرسه الوداد. انا تنشوف انه كنتي مدرب الفتح قبل، كنتي مدرب في قطر قبل، يعني الوداد اي فريق يدربوا اي مدرب ويمشي لفرقه اخرى. انا ما فهمتش هاد المساله ديال الانتماء اللي كيقولوها بزاف ديال الجماهير، راه حيت حكا وليد الركراكي ودادي. ما فهمتش وليد الركراكي ودادي، انا لحد الان انا ما فهمتهاش. ممكن ان باقي الدراري صغار ما فاهمينش، كيحاولوا يعمروا لهم الادمغه ديالهم الصفحات ديالهم، ولكن باش نكونوا واضحين، وليد الركراكي راه كان مدرب سابق للفتح الرباطي ودى معاه القاب مع الفتح الرباطي ومشى لقطر عاد جا للوداد الرياضي. هذه نقطه. لكن الغريب في الامر باش تجيب داري تشرق ليه الفخذ ديالو ما واجدش، وكاينين مدافعين اخرين اللي كنتي تعيط لهم. انا غادي ناخذ في التقييم وغنتكلم مثلا على البطوله الوطنيه السنه السابقه، مازال ما كاملتش عام، راه ما كانش حتى 3 شهور. هذه الرجاء البيضاوي على الاقل اي مدرب في العالم ملي كيشوف واحد الفريق في البلد ديالو اعطاه مؤشرات على انه فريق قوي،
دا بطوله استثنائيه، بطوله اسطوريه تاريخيه بدون هزيمه، يعني كان الدفاع ديال فريق الرجاء الرياضي دفاع جيد. وانا ما تنقولكش عيط للمدافعين ديال الرجاء، انا كنت كنتكلم دائما على خفيفي انه لاعب متثقل ولاعب، ولكن تبت العكس ولعب مزيان. كنت على الاقل نعيط لهذا السيد هذا وما يلعبش، غير يجي للمنتخب المغربي على اساس انه راه لاعب دولي. غادي تقول هشام دابا انت كتكلم على الانتماء. انا كنتكلم على الانتماء في حاله وحده. انا الاحصائيات كنتكلم معك، الاحصائيات فريق الرجاء الرياضي واش اللاعبين ديالو في الدفاع كانوا يستحق على الاقل واحد يمشي للمنتخب غير يشوف ويجي، ولا لا؟ غادي تقولوا لي لا، وانا متفق معكم. انا ما بغيتش نشوف لاعبين ديال الرجاء واخا داو البطوله استثناء اللي بدون هزيمه، وبطوله اللي ما قدرت حتى شي فرقه في المغرب تربحوا، غادي نقول وعلى الاقل هاد الناس هادو في الدفاع دي واحد، لا ما غاديش ماشي مشكل. لكن باش تجي اليوم تجرأ وتجيب حركاس للمنتخب المغربي، فبكل صراحه هذا انفلات. وهذه انا بالنسبه لي قسما بالله العظيم الا قنبله الموسم، انك تجيب لاعب ما واجدش بدنيا، ما واجدش ذهنيا، ما عندوش مقابلات كبيره، ما مشاركش في عصبه الابطال. انا راجع لك سي وليد الركراكي، عصبه الابطال ما مشاركش في عصبه الابطال، لاعبين غير البطوله، وديك البطوله اللي كتسميوها بطوله التميز. ما فهمتش انا التميز فين كاين. الى اليوم غادي ناخذوا الكلام ديالك بجديه ونحلوه. وليد الركراكي انت انسان متناقض مع نفسك، انت انسان متناقض مع نفسك. كنت من الناس المحبدين لفكره حريمات انه يمشي للمنتخب المغربي، وانا من الناس اللي كنت داعم ان جبران ديال الوداد يدخل للمنتخب المغربي، وانا من الناس اللي كان باغي عطيه الله يلعب في المنتخب المغربي. علاش؟ لان العطاء ديال اللاعب كيكون واضح، باش نكونوا واضحين بدون انتماء. وانا هنا اليوم ماشي كرجاوي تنتكلم على المنتخب المغربي، انا كمغربي كنتكلم على المنتخب المغربي. انا تنقولها بالفم المليان، جبران كان يستحق يكون في المنتخب المغربي ولو في الاحتياط، لا ولا عطيه الله فقط، لا. اما باش تقول لي العملود وتقول لي داري وتقول لي المسائل، فهذا كيتسمى انتماء. غادي نتكلم لك على مساله مهمه وقلتي بالحرف، وعلاش قلت لك انا رجع للفكره ديالي باش ما تمشيش، لانه كيتخلطوا الافكار. ملي كتحاول تتكلم على واحد الموضوع اللي هو قنبله، كتولي حاليا كتفكر واش حركات كاين في المنتخب ولا انا خرجت درت لا فيديو غير هكاك. غادي نرجع نتكلم على الطريقه باش كتكلم مع الصحفيين. انت متناقض مع نفسك. قلتي بالحرف على حريمات انه حريمات بغيت نشوفه انا يدوز لدور المجموعات ويلعب عصبه الابطال الافريقيه. ما يمكنش انا واحد كيلعب غير البطوله ويجي، لا لا لا، ما كانش كيلعب البطوله. حريمات كان كينافس على البطوله. اسمع مزيان السي وليد، حريمات كان كينافس على البطوله، وكان كينافس على كاس العرش، ولعب الفينال ديال كاس العرش، وقدم مستويات كبيره، وكان تقريبا غيكون هداف البطوله لولا قوه اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي، ولولا قوه الرجاء كذلك لكان الجيش هو اللي غيدي اللقب. هذا الرجاء وهذا الجيش ما يستحقوش واحد اللاعب ولا جوج منهم يمشيو للمنتخب، واحد الاطلاله على المنتخب ويشوفوا الظروف ديال المنتخب والمناخ ديال المنتخب كيفاش كيجول. هاد حركاس اللي كان في فريق الرجاء الرياضي اللي فاز بالقاب مع فريق الرجاء الرياضي، وانتم تتعرفوا الالقاب اللي فاز بها حركاس مع فريق الرجاء الرياضي، والطريقه باش كيلعب مع فريق الرجاء الرياضي على اساس انه توب دو توب. لا انا ما قلتهاش، غير الاحصائيات ديالو مع الرجاء احسن من الاحصائيات ديالو مع الوداد. مع الوداد منعدمه الاحصائيات، ما كاينش الاحصائيات اللي غنهضروا عليها. بغيت نسول غير وليد الركراكي، هاد حريمات ما كاينش في كاس عصبه الابطال الافريقيه، واخا هو شارك فيه وكان كينافس على البطوله وكاس العرش وما عيطيش ليه، وكان توب دو توب وتيبان لاعب كبير ولعب واعر وماركا بيوت. بالله عليك علاش عيطي الحركاس؟ كيماركي البيوت؟ لا. كيلعب في الدفاع مزيان؟ لا. بدنيا قوي؟ لا. لاعب سريع؟ لا. كيتموضع تكتيكيا مزيان؟ لا. كيعطي الاضافه للفروق ديالو؟ لا. علاش عيطي ليه؟ حيت كيلبس الاحمر؟ انا غنجيك ديريكت ونهضر معك واقعي، حيت كيلبس الاحمر. نكون واقعيين شي شويه، لانه بكل صراحه علاش قلت متناقض مع نفسه هذا وليد الركراكي؟ راه ماشي متناقض، هو كيتلاعب بالمشاعر ديال الصحفيين وديال الناس اللي كيتفرجوا فيه. انا اليوم تنعذر الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي، وانا كنهضر اليوم ماشي رجاوي، كنهضر واحد من الجمهور ديال المنتخب المغربي. عفوا، انا اليوم تنعذر الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي. الا خرجوا الصفحات كيتكلموا على راس لافوكا بهذيك الطريقه فهم محقين، بصراحه هما محقين. ولا خرجوا انتقدوا المدرب وانتقدوا الجامعه الملكيه فهم محقين، وعارفين شنو كانوا كيقولوا. حتى لي زيطرا فاش كانوا كيتكلموا في هذه المسائل كنا كنلومهم. تقريبا عبدو ربي الوحيد اللي كان كيتكلم على المنتخب بطريقه حياديه، وكنت كنقول عطيه الله مزيان، جبران مزيان، خصهم يلعبوا، هادو ما خصهمش يلعبوا. راه كان جاب حتى واحد المدافع ديال الوداد باقي تنعقل، ما عقلتش على الاسم ديالو، حتى رجليه ما واقفينش مقادين في التيران، ما عقلتش على الاسم ديالو، كنستسمح، ولكن كان جابوا
ما لعبش الا 5 دقائق شنو، وما كانش كيلعب كاع مزيان في الوداد. بالله عليكم اشنا هي الاحصائيات اللي خدا المدرب باش يعيط الحركاس للمنتخب المغربي؟ وكاينين المدافعين، انا ما تنتكلمش لكم على المدافعين كلهم اللي كاينين في البطوله، بالله عليكم بالله عليكم يصير البطوله كامله غتلقاو فيها مدافعين احسن من الحركاس 100,000 درجه. نعطيكم انا اكزومبل بسيط، غادي تقولوا ثاني غيتكلم عن الانتماء، لا غادي نتكلم واقعي. بن عيسى اللاعب اللي جابت فريق الرجاء الرياضي لعب مقابله واحده ضد الفتح الرباطي، شي تاخذ حركاس 10 ديال المرات وطحنو في مولينيكس وما يطلعش لك رجل من هذاك اللاعب هذاك، ومازال يلاه غبدا فيزيكمو مازال ما حاضرش، مازال ما عرفش الاجواء ديال البطوله، ما عرفش، والسيد لعب في مستوى عالي في هولندا، وغادي يقول الكلمه ديالو ما غيتعيط ليش المنتخب. انا متاكد من الهضره اللي تنقول. علاش؟ لانه شوف بانون فرض نفسه باش تعيط ليه، لانه كان ضغط عليك حيت ماشي في الرجاء، ولكن اليوم ما تقدر تعيط حتى لشي واحد في الرجاء. اليوم انا قسما بالله ما تندافع على الرجاء ولا الجمهور ديال الرجاء، انا تنقول الواقع، لانه دروك عاد حسيت بالجمهور اللي كان كيتكلم عليك بهذيك الطريقه، ودائما كنت كندافع عليك في اللايفات في المسائل كلها، كنتكلم عليك غير بالخير، كنقول لا مدرب خليه يخدم رغم السقوط ديالو في كاس افريقيا، نعطيو فرصه ونخليو لانه مدرب اجنبي ثاني غادي يكون اشكال ديال التفكير. لكن غادي نعاود ناكد الكلام ديالي، ولو يكون المنتخب المغربي كان يكون مدرب اجنبي افضل، لغات الانتماء ما كتكونش، ولغات التحزار ما كتكونش، ولغات عفاك وعفاك ما كتكونش. تنظن ان وليد الركراكي اخطا التقدير، وحتى الطريقه ديال الطريقه ديال الاخراج الصحفيين عن الطريق باش يتكلموا بهذيك الطريقه. دابا انا كنعذر الصحفيين، كنت كنقول دائما اش هاد اللغه باش كيتكلموا هاد الناس معاه، ولاش كيتكلموا معصبين ولا، ولكن وليت كنعذرهم وتنفهمهم. وليد الركراكي اخطا الحسابات. انا تنقول لك كاينين دابا مدافعين حاليا في البطوله الوطنيه، ما غنقولكش الاسماء، احسن من حركاس. والمدافع الجديد ديال فريق الرجاء اللي لعب ضد الفتح الرباطي بن عيسى 100,000 مره افضل، واخا ما حضرش فيزيكمو، من حركاس ب1000 درجه في الطوله، في الضربات الراسيه، في تسجيل الاهداف، في اعطاء الكره بين الخطوط، فاش ما بغيتي. والاحصائيات ديالو راه كاينه مع الفروق ديالو السابق، وغتكون مع فريق الرجاء الرياضي. لكن انا لحد الان راه تنهضر معكم وتنعاود نقولها، واش حركاس كاين في المنتخب المغربي؟ غريب امر وليد الركراكي. نتمنى ان الفيديو نكون وضحت فيه بزاف ديال الامور. انا ماشي ضد فروق على فروق، انا هنا كنتكلم على المنتخب المغربي. انا عرفت غادي نتلقى بزاف ديال الانتقادات من صفحات اخرى، يعني صفحات اخرى متلونه اللي عز عليها الوان اخرى، فروق اخرى، هادشي كيعنيهم. لكن فاش كنتكلم منطقي، وكنتكلم واقعي، وكنتكلم بحجج. لان اليوم الاحصائيات اللي غنسولك انت في الجانب الاخر، عطيني احصائيات حركاس، غادي تكون احصائيات مضحكه. لانه الموسم اللي فات الوداد كان كيعاني في سلم الترتيب، حركاس اغلب المقابلات كان شبه تائه، كان مثلا بغينا نقدروا نقولوا شبح في الملعب. تنظن انا كنتفكروا الجمهور ديال الوداد كيفاش كانوا كينزلوا عليه بالقراعي، وكيفاش كانوا كيتكلموا عليه. اليوم ولا في اللاعب في المنتخب المغربي، فهذا شيء غريب. انا والله العظيم ما تنمس لا الوداد ولا جمهور الوداد ولا فريق الوداد، انا كنتكلم بدون عاطفه. علاش حركاس يكون في المنتخب؟ شنو هي المعايير اللي خدا وليد الركراكي؟ هذا هو السؤال. شكرا اخوتي الانصات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.